جمع مشكلة مسائل مثلا الشرع وحرب ودوران مجد دور بيشكيريا قرتيها أدري فيك نأو تنكيجنا نقدر ما نتنكيجنا قالك در ما ناي حتى شيء زاروقا كيما قالك در ما مثلا كيمن أي نأو تنكيها بجا أفناد تكاري هريج منظمة بخوجي برسكي يعني أف بيسكي جم واحد دبي تكاري بيجي وانا مثلا انا مطعم دعوت كن مثلا عم بين دور بيشكيليه بس منظمه تكاري بيجي منظمه هكا كاربي كنت بيجي كاري بيني برنش كاري واجب يا جماعه يعني تكاري بيجي وانا يعني اف سؤال تبي الجمهور نيريني مداش بر اف كريزا سوري تلا دربازل باف برزغريغا هاي سوري اجتياد تفدا مريل بيشي هاتيك المعابره جدرفه درمان ناي والاليه الشامي واينا وزحمته يا انسب جيران بريا معابره مع برج الدست مدنيين صغير معبره افا باشور هجر نبريا كردستاني بريا معبره باشور بس جدا درمان پیدا نه یا باش اوا اف معبر ور فکرن بريا واتشتينا اف درمان به مواد اغاثه به مواد غذایی به چتش به از بجبرگی پیشامه ده چترنی صغير معبر ور فکرن ودرمان چتشته پدوی خلق ودیره پدوی جیانه ور پیدا کردن بیان یا باش اوا آریکاریا منظمات انسانی چه منظمات نیل ودینها کومبین گرگ بریا و منظمات را بینه اگر نکار بن برگ فرمی اف معبر ور فکرن اف تشتیل خواستن جملات را بریا معبر بینی گرگ بریا و منظمات نربین درمان دوبشكو مارا حصرا تيج مشافي وطني له حكومي له روجا روج دوليه ونادن صيدليه يمنينا علاقه وي بينينا يعني روجا بريدجي اف درمان صيدليه نبي متوفر بي اف مصليه ماراويا دوبشكا صيدليه متوفر حكومه ناريكي اكيد وزاره الصحه ناريكي تي بري حكومتي نبي بدي اكيد ريني ديها بني چه معبر بي چه منظمات بين هول وادا سازيه وال وادا هنا کار دکن لازمه بینه. درمان خاصة في مصل یک يعني یک اسکرنا کوی چکا و یه دوبشکا و یه مارا. اف هر سب عادة شمرة دهات نش مديرية صحش حساكي دهاتنو بكمياتي قلقية ودي بس في تقريبا صالو نيفا حتى الضصالايا ناين ووقتي وارنجي قلقي كيمتين شغلي حفتيكي تقريبا وخلاص دبنا امينا. فالسبب انه اف مصر نينن انه مديريه صحه نماترك وما دعوه كربيش منظماتها قال لك منظمات الفيدركي هي دير كده اغلب وانا تقوتن قريب بس تكسي نانيه يعني دي حلاوه دي ثانيه اما منظمات اف مصلحه ني مناسبش منطقي رتشيت بشكام تشي مرابط شي كوشكابي وانا بيدا بكن او دي سنه في متواصل مديريه صحه ربي او بين يعني مشكله مال المديريه بتر بينم بربرسي كم دوي باردة أو رخصتني أو منظمات إن نشنا بلواتي كرن أفيد درباري تندرستي ده الشغل يعني جبر خويايات يرد وضعك وضع سوري ده دي نكار النظام يعني جي حكومتها مركزي بحمي بشيوي بشيب إداري بشي صحيح بنكار هرتش مواطن ده بيدا بك ومنظمات بينش خلكي ما بترت هندري ما خاصة الكرسانة سوريا الرخمة باجرنا وقدري كي مكاتب منظماتها إيش مكاتب بلكي جدكانة خضرة بهترشي بينا بس پیدا ناکن لأنه أوجي مبرمجة شواتي خاصن باتشتاناكن والإلا وقتي جبر جانب الإنساني هاتنا المنطقة مدى أو منظمات بكربا خدمات ملطبة كاني باوست أولوياتي ودرمان وتشتي تندرستيش خلكيرا پیدا بكريا بس مخابن وكي دستواجي دستنا ديفا جريدايا نحل نف درمان درواز بن ولا تمو بردينين وقت منظمة كبنافك مروباتي نافك إنساني باني خابك يجري أركي خسرة كراب نباش جه بيخ أو بتشتنك بيجيك بخا جري بده ورواتبنا بلند بده خلكي بس العرض تعداري بهتر بكين خلكي. بالنسبة لدواء الأدغات الأفاعي والعقارب نحن عندنا المصل المضاد للعقارب والأفاعي موجود بالمشفى الوطني في المالكية. طبعا المادة عم تتأمن عن طريق وزارة الصحة، عم تجي المواد بالطيارة، عم تجي لمحافظة الحسكة وعم تتوزع الكمية اللي تجينا، مو بس إنه عم تجينا كمان لقاح عضات الكلاب كمان والعقارب متوفرة، لكن الكمية اللي عم تجي هي كمية قليلة. فبموسم الصيف كتير تجينا حالات لدغات عقارب وأفاعي، فعم تنفذ المادة الحقيقة. وهلأ بصعوبة تأمينها كان عم جينا أيام زمان كميات كبيرة من الشام، الحقيقة هلأ الكميات محدودة عم تجي.
فنحن بالشتاء ما في عندنا مشكله كثير، المصل للعقارب والافاعي متوفر، بس المشكله بالصيف لما جينا اعداد كبيره من لدغات الافاعي، وكل لدغه افعى قد تستهلك منا 10 فلاكونات، لانه اذا ما استجاب المريض على فلاكونتين وثلاثة ممكن نصل عدد حتى 10 فلاكونات. فعلى سبيل المثال كل دفعة من الحسكة 50 فلاكونة، ممكن 50 فلاكونة ما تكفي لثلاث لدغات أفاعي. أما لدغة العقرب فهي سنتي من المصل، هذا موضوعه سهل، ممكن تأمين كمية كويسة. بس الأفاعي الحقيقة في 3 لدغات أفاعي قد تستهلك كل المصل الموجود عندنا، والكمية اللي عم تجينا عم توزع على كل أنحاء المحافظة، والكمية أحيانا قد لا تكفي إذا جانا عدد كبير من الأفاعي. هذا هو السبب انه النفاس. طبعا الحل هو المصل، هو الحل الاساسي الحقيقه لعلاج لدغات الافاعي والعقارب، بس اذا كانت سامه، مو كل لدغات الافاعي سامه وكل لدغات العقارب سامه، فاذا كانت غير سامه تنصح تعليمات وزاره الصحه وتعليمات منظمه الصحه العالميه بعدم اعطاء المصل، الا حتى اذا كانت سامه. الحقيقة كل شيء اللي عم يتأمن عنا من مصل ومن مضاد للعقارب والأفاعي هو عم يجينا عن طريق وزارة الصحة السورية. المنظمات الدولية ما عم تأمن لنا هيك مواد، عم تأمن مواد أخرى إغاثية مثل السيرومات ومثل أدوية، بعض الأدوية القلبية وبعض الأدوية الإسعافية الثانية، يعني ما حط برنامجها العقارب والأفاعي. نحن رغم أنه عم نطالب أو نتمنى أنه الحقيقة يتأمن لنا هالشيء. طبعا هالشيء المصل، المشكلة المصل المضاد للعقارب والأفاعي لا ينطبق على كل دولة، فكل دولة لها أفاعيها الخاصة ولها سمومها الخاصة. فنحن نحتاج المصل الموجود بالشام اللي أجري اختبارات عليه لأفاعي الموجودة بشمال سوريا وبجنوب سوريا، اللي تفيد في علاج عضة الأفاعي. فمثلا على سبيل المثال إذا جانا لقاح من سويسرا لأفعى موجودة بسويسرا لا ينطبق الوضع، السم تبعها لا ينطبق على السم. فعنا مركز السموم بدمشق هو عامل مصل مضاد للأفاعي، خليط من 50 مصل لعلاج كل أنواع الأفاعي الموجودة بسوريا.